السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلاب الحلوين، وهنحل مع بعض النهاردة محافظة الجيزة للصف الأول إعدادي مادة العلوم. طبعا انتوا طلبتوا مني أحلها معاكم في الكومنت، فأنا هبدأ أحل معاكم النهاردة. حضروا كتابكم، يلا ابدأوا حلوا معايا، ولو ليكوا أي سؤال سيبولي في كومنت وأنا هرد عليكم. يلا بينا. أكمل العبارات الآتية: من العناصر النشطة جدا كيميائيا الصوديوم والبوتاسيوم. طبعا اكتبوا لي في كومنت رمز الصوديوم ورمز البوتاسيوم. الكثافة هي نقط وحدة الحجم من المادة، يبقى هي كتلة وحدة الحجم من المادة، ووحدة قياسها جرام لكل سنتيمتر مكعب. اللي فاكر قانون الكثافة يكتبها لي في كومنت وانا هرد عليه. 3. تتوقف طاقة الوضع على، طبعا طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، يبقى لازم نتوقف على وزن الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض. خلوا دايما الإجابات بتاعتكم تكون نموذجية عشان تاخدوا الدرجة كاملة. رقم 4. من الثدييات عديمة الأسنان الكسلان والمدرع. ليس لهما أسنان. السؤال رقم ب: وضح بالرسم التوزيع الإلكتروني لذرة عنصر الكلور Cl1735 ثم استنتج الآتي. طبعا لازم هوزع الأول وبعدين أبدأ أحل بقية الأسئلة. هنحلها مع بعض. آدي النواة فيها 17 بروتون. ليه يا مس؟ عشان العدد اللي تحت ده اسمه العدد الذري، عدد البروتونات الموجبة داخل النواة أو الإلكترونات السالبة خارج النواة. طب عدد النيوترونات بجيبه إزاي؟ اللي هي الشحنة المتعادلة، العدد الكتلي ناقص العدد الذري، يبقى 35 ناقص 17 18. هبدأ أوزع الإلكترونات في مستويات الطاقة. أول مستوى الطاقة K بيتشبع ب2 إلكترون، طبعا لقانون 2 نون تربيع. بعد كده ال ياخد 8 إلكترونات ويتشبع بيهم، 2 و8 10. يتفضل كام من 17؟ يتفضل 7. تاخدوا مستوى الطاقة M. بيقول لي عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات 3 KLM. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي الام عندي هنا كام؟ 7. عدد النيوترونات الموجودة داخل نواة الذرة، النيوترونات هي جسيمات متعادلة الشحنة، كام عندي؟ 18. النشاط الكيميائي لهذا العنصر، يعني هل هذا العنصر نشط ولا خامل؟ طبعا العنصر نشط كيميائيا. ليه يا مس؟ لأن مستوى الطاقة الخارجي اللي هو مستوى الطاقة الأخير غير مكتمل بالإلكترونات، يعني يحتوي على أقل من 8 إلكترون. سؤال رقم ج: احسب كثافة مكعب من الخشب طول ضلعه 2 سم وكتلته 4 جرام. تعالوا نحلها مع بعض كده. طبعا هنا هو عايز كثافة مكعب طول ضلعه 2 سم وكتلته 4 جرام. أنا عندي قانون الكثافة بيقول لي إيه؟ الكثافة بتساوي كتلة على الحجم. كتلة موجودة، طب الحجم موجود؟ لأ، بس عندي طول ضلع المكعب. أنا عندي المكعب شكله بالمنظر ده كده، جميع أضلاعه متساوية، يعني ده 4 سنتي، أسفة ده 2 سنتي 2 سنتي 2 سنتي، طول عرض ارتفاع 2 سنتي. يبقى إذا بجيب من هنا إيه؟ بجيب هنا حجم المكعب هيساوي طول الضلع في نفسه هتساوي كام؟ تساوي 2 في 2 في 2 2 في 2 ب4 في 2 بكام؟ ب8. وحدة قياس الحجوم سنتيمتر مكعب. أصبح عندي كتلة وعندي حجم، فأقدر أجيب الكثافة. هكتب طبعا قانون الكثافة الأول. الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. هتساوي الكتلة عندي كام؟ 4، الحجم كام؟ 8. يبقى إذن هيساوي نص اللي هي 5/10. وحدة قياس الكثافة إيه؟ جرام لكل سنتيمتر مكعب. ممكن يسألني يقول لي هل هذا المكعب يطفو أم يغوص في الماء؟ علما بأن كثافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا هنا الكثافة أقل من كثافة الماء، فهذا المكعب يطفو فوق سطح الماء. وصلنا مع بعض للمصطلح العلمي.
السؤال التاني، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. جسيمات في الذرة يمكن إهمال كتلتها ولا يمكن إهمال شحنتها، يعني كتلتها قليلة جدا يمكن إهمالها لضئالتها، ولكن ليها شحنة. يا ترى إيه هي الجسيمات دي؟ طبعا الإلكترونات، شحنتها سالبة ولكن كتلتها ضئيلة جدا يمكن إهمالها. مادة محلولها في البنزين رديء توصيل الكهرباء، ممكن تقولوا كلوريد الهيدروجين في البنزين أو السكر في الماء. نقول السكر في الماء أو كلوريد الهيدروجين في البنزين. الشغل المبذول أثناء حركة الجسم، طبعا دي طاقة الحركة. رقم 4، وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية، النوع. طبعا اللي صنف الكائنات الحية حسب النوع هو العالم كارلوس لينيوس. رقم ب، استخرج الكلمة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. الشمع، ملح الطعام، الزبد، الثلج. طبعا ملح الطعام لأن باقي الكلمات مواد درجة انصهارها منخفضة. النيون، الأرجون، الزينون، الأكسجين. طبعا الأكسجين لأن الباقي المواد هي عبارة عن غازات خاملة، هيليوم، نيون، أرجون، زينون، رادون، كريبتون. أما الأكسجين ده طبعا يعتبر غاز نشط، أكسجين، هيدروجين، نيتروجين، فلور، كلور، كلها غازات نشطة. الفول، البسلة، الذرة، القمح، الصنوبر. طبعا الصنوبر لأنه من معرات البذور، أما باقي الكلمات من النباتات مغطاة البذور. قنديل البحر، الديدان، المحار، الأخطبوط. طبعا المحار لأن باقي الكلمات حيوانات رخوة ليس لها دعامة. رقم ج، احسب الطاقة الحركية لجسم كتلته 2 كيلو جرام يسقط بسرعة 4 متر على الثانية. تعالوا نحسبها مع بعض كده بالقوانين. طبعا أنا هنا لخصت المسألة، الكتلة 2 كيلو جرام والسرعة 4 متر على الثانية. هو عايز طاقة الحركة، يبقى بكتب قانون طاقة الحركة. يبقى طاقة الحركة تساوي نص الكتلة في مربع السرعة. أكتب القانون كامل كده عشان أخد درجة القانون. هتساوي نص الكتلة بكام؟ 2 في السرعة كام؟ 4. مربع السرعة يعني أضرب السرعة في نفسها مرتين، يبقى 4 في كام؟ في 4. هيتساوي الاتنين، هختصرها مع الاتنين، 4 في 4 بكام؟ ب16. وحدة قياس الطاقة جول. طاقة أو شغل وحدة قياسه جول. مسألة سهلة جدا وبسيطة. وصلنا مع بعض للسؤال الثالث. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عدد ذرات جزيئين من الماء. الجزيء الماء الواحد H2O. طب أنا عايزة 2 جزيء، يعني الجزيء الواحد ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، يبقى 2 جزيء من الماء عبارة عن إيه؟ عبارة عن 4 ذرات هيدروجين وذرتين أكسجين. يبقى عدد ذرات جزيئين من الماء، هل ذرتين ولا 3 ولا 4 ولا 6؟ طبعا 6 زي ما احنا ما قلنا. ليه؟ عشان عبارة عن 4 ذرات هيدروجين وذرتين أكسجين. عنصر نقط يستخدم في طلاء الحديد، هل النحاس ولا الصوديوم ولا النيكل؟ طبعا النيكل لأنه من الفلزات ضعيفة النشاط الكيميائي اللي بتحتفظ ببريقها وتتفاعل بصعوبة مع أكسجين الهواء الرطب، فبالتالي لا يحصل لها عملية صدأ أو تآكل. 3. لا تنتقل الحرارة في نقط عن طريق الحمل. الحمل طبعا انتقال الحرارة فيه بيكون عن طريق ايه؟ سواء الأوساط السائلة أو الغازية. هنا جاب لي الكلور، الألمنيوم، الماء. الكلور غاز والماء سائل، فممكن ينتقل الحرارة عن طريق الحمل، ولكن الألمنيوم استحالة يتم انتقال الحرارة عن طريق الحمل لأنه مادة صلبة، فيتم انتقال الحرارة عن طريق التوصيل. 4. من النباتات ذات الفلقتين، الذرة، القمح، الفول. طبعا الفول. الذرة والقمح والأرز والنخيل دول نباتات ذات فلقة واحدة. السؤال رقم ب، ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ تساوي العدد الذري مع العدد الكتلي لذرة عنصر، زي مثلا الهيدروجين H11. عدد الذري بيساوي العدد الكتلي، هنقول يؤدي إلى عدم وجود نيترونات داخل نواة ذرة العنصر. نيترونات داخل نواة
ذرة العنصر. زيادة حجم غاز بالنسبة لكثافته، طبعا الكثافة صفة مميزة للمادة لا تتغير، حجم زاد حجم قل تظل الكثافة ثابتة. اوعوا تقعوا في الفخ ده وتقولوا الكثافة هتزيد أو هتقل، تظل الكثافة ثابتة. لو قال لي ليه علل، لأن الكثافة صفة مميزة للمادة. غمس معدنان مختلفان متصلان بالسلك في محلول حمضي، تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. 4. إنشاء شبكات التليفون المحمول بالقرب من المنشآت يؤدي إلى تلوث كهرومغناطيسي. السؤال رقم ج، من الأشكال المقابلة، أبص على الأشكال، ده عبارة عن نسر أو صقر، أبو قردان، ودي بطة أو وزة. ما نوع الغذاء الذي يناسب كل منقار؟ طبعا النسر أو الصقر هنا الغذاء إيه؟ عبارة عن لحوم. أما أبو قردان يتميز بمناقير طويلة ورفيعة، يتغذى على الديدان والقواقع. الديدان والقواقع. أما البط والأوز زي ما انتم شايفين كده بيتميز بمناقير عريضة مستنانة من الجوانب، لنتغذى على الطحالب والأسماك الصغيرة. الطحالب والأسماك. ما الشكل المتوقع لأرجل الطيور صاحبة هذه المناقير؟ طبعا الطيور الجارحة اللي بتتغذى على اللحوم بتتميز بإيه؟ بأرجل تنتهي ب4 أصابع، 3 أصابع أمامية وإصبع خلفي رابع قابل للانثناء، تنتهي بمخالب حادة لإحكام القبض على الفريسة. أما الطيور اللي بتتغذى على القواقع والديدان زي أبو قردان والهدهد، دي طبعا الأرجل بتاعتها طويلة ورفيعة تنتهي بأصابع دقيقة لكي تستطيع المشي في وجود الماء. أما الطيور بتتغذى على الطحالب والأسماك زي البط والأوز تتميز بأرجل تنتهي بأصابع مكثفة لكي تستطيع العوم في الماء. السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. المطاط من المواد الصلبة التي لا تلين بالتسخين. طبعا لا تلين بالتسخين يبقى ممكن تقول الكبريت أو الفحم. أما المطاط ده عبارة عن مادة صلبة لينة في درجة الحرارة العادية. الفحم مصدر طاقة دائم. طبعا غلط، الفحم مش مصدر طاقة دائم، الفحم مصدر طاقة متجدد. مين المصدر طاقة دائم؟ الشمس. الشمس هي مصدر الطاقة الدائم الوحيد على سطح الأرض، وتعتبر الطاقة بتاعتها طاقة نظيفة جدا، ولذلك يفضل علماء البيئة استخدام الطاقة من الطاقة الشمسية. 3. تتحول الأطراف الأمامية في الحيتان إلى أجنحة. لا، طبعا مجاديف لكي تتناسب مع أو تتلائم مع وظيفة العوم والسباحة. 4. يعتبر القمح من النباتات التي تتكاثر بالجراثيم. مين اللي بيتكاثر بالجراثيم؟ اللي هي السراخس زي الفوجير وكزبرة البئر. اكتب السراخس كده بين قوسين، الفوجير وكزبرة البئر. إنما القمح طبعا بيتكاثر بالبذور، ويعتبر من مغطاة البذور ذات الفلقة الواحدة. رقم ب، علل لما يأتي. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس وتغطى بطبقة من البلاستيك. ده طبعا سؤالين، هجاوب الجزء الأولاني الأول بعدين الجزء التاني. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس لأن النحاس من المواد جيدة توصيل الكهرباء، وتغطى بطبقة من البلاستيك لأن البلاستيك رديء توصيل الكهرباء. 2. يفضل الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر للطاقة. احنا لسه قايلين في السؤال اللي قبل كده، يبقى يفضل الاعتماد على الطاقة الشمسية لأنها مصدر طاقة دائم وغير ملوث للبيئة. أما طاقة الرياح فتعتبر من المصادر المتجددة والغير ملوثة للبيئة. 3. الشعور بالدفء عند احتكاك كفي اليدين شتاء، لأن الطاقة الميكانيكية تتحول بالاحتكاك إلى طاقة حرارية فيؤدي إلى الشعور بالدفء. 4. يتميز القنفذ بأسنان أمامية ممتدة للخارج لالتقاط الحشرات. وصلنا مع بعض لآخر سؤال. قارن بين العنصر والمركب من حيث التعريف وأمثلة. العنصر أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية البسيطة، ويتكون من ذرات متماثلة زي الأكسجين جزيء عنصر، الهيدروجين جزيء عنصر،
أما المركب هي مادة تنتج من اتحاد ذرتين أو أكثر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة، زي الماء، زي كلوريد الهيدروجين. كده احنا خلصنا النهاردة الامتحان محافظة الجيزة. أتمنى تكونوا استفدتوا وشرفتوني جدا، وما تنسونيش باللايك والشير. ولو ليكوا أي محافظة أو أي سؤال اكتبوها لي في كومنت، وأنا هحل المحافظات مع بعض وهجاوب لكم على الأسئلة بتاعتكم. متشكرة ليكم جدا، وكانت معكم مس رندا حسن. مع السلامة.